الفترة اللي فاتت دي كنا بنخاطب الشباب ان هم ازاي يتطوروا، ازاي ان هم يدخلوا الحياة العملية بدون اي مشاكل، ازاي ان هم يكون عندهم فكر ناضج للحياة العملية، وازاي انت تكون رائد اعمال بطريقة سلسة جدا. وكمان حاولنا ان احنا نوصل لهم بكل بساطة ان انت مش شرط ان انت يكون معاك رأس مال. الاول اتعلم الخبرة. طبعا البرنامج اللي فات ده احنا وقفناه شوية علشان انا كنت عايز اعمل فكرة جديدة اوصل بيها لمستوى فكر الشباب اللي هو عايز يبدا، وكمان اقدر اوصل لرواد الاعمال وكمان كبار رجال الاعمال. فحبيت ان انا اعمل فكره جديده اخاطب بيها الثلاثه الفتره اللي فاتت. وانا في الفتره دي كنت ببحث وبشوف، قابلني ظاهره غريبه جدا اسمها ظاهره التنميه البشريه. الناس اللي بتطلع تتكلم باسم التنميه البشريه، والناس اللي هي طبعا ما بتكلمش على كل الناس، انا بتكلم على بعض الناس اللي هي دايما حافظه كلمتين وتطلع تقولهم، ان هو يبدا يقول للشباب او النجاح او الطاقه، لازم يكون عندك طاقه، لازم يكون عندك تشجيع، لازم يكون انت قلبك جامد، لازم كل الكلام ده كلام عايم يعني. انا في الاخر عايز اعرف ازاي اوصل. انا مش عايزك تقول لي انت قلبك جامد، انت قلبك ضعيف، انت لازم تعامل الكلاينت كذا، انت لازم يكون عندك اكسبيرينس في المبيعات، انت لازم يكون عندك الموضوع مش كده يا جماعه. يعني الموضوع انت ما تقوليش مثلا يعني خلي لا، انا عايزك تقول لي اعمل ايه. اديني التصرف الصح، اديني ازاي اجيب منين الاموال اللي ادير بيها المشروع، اديني منين ان انا يكون عندي اداره صح ازاي باقل التكاليف. قول لي اعمل ايه علشان انا ابدا المشروع اللي انا عايز انجح بيه ازاي. قول لي فكره مشروع. قول لي مثلا يا خالد، انت النهارده عشان تبدا تروح عند كذا وتجيب كذا وتعمل كذا، هيبقى معاك كذا اخر الشهر لو درت بطريقه كذا. اديني خريطه طريق، خريطه طريق. فانا قلت لازم ان انا عشان اوصل لفكر الشباب اللي هي محتاجه الحاجات دي كلها من غير كلام مرسل، من غير ان انا اقدر اقول لك شغل التنميه البشريه اللي بيقولوه ده كله. وانا متاكد ان اي حد في التنميه البشريه ده ما عندوش اصلا مشروع يديره. هو كل اللي فيها بيطلع يقول الكلام ليك، لكن يقول لك ازاي ان انت تديره، لا، هو ملوش هو دعوه بالكلام ده. هو بس كلمتين محفوظين، انا عايزك تكون قلبك جامد، انت قلبك قوي، انت لازم تدخل في الحديد، الكلام ده كله. والكلام ده اساسا معروف وكلام محفوظ يعني. طيب انت النهارده ممكن تدير مشروع يا بتوع التنميه البشريه؟ ما اعتقدش. ومن ضمنهم حد كذا حد يعني كان فاتح مشروع وفشل ودخل في الموضوع ده عشان بس يحكي كلمتين وشابوه ليك ان انت بتتكلم باسلوب حلو، يعني ما فيش مشكله. لكن انا عايز بقى الواقع، انا عايز الواقع ان انا اقدر اخوض التجربه واعرف ازاي اوصل للشباب الحاجه دي. فبرنامجنا الجديد ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هيتكلم عن كل المواضيع اللي تخص ازاي ان انت تكون كويس، وازاي انت تتعلم ازاي ان انت تبدا حياتك باقل تكاليف وراس المال، وازاي هنعرض عليك كذا مشاريع ان انت تبدا تختار منها، وتبدا ان انت تشوف المناسب ليك ايه وتستغلها، وازاي يكون عندك خبره فيها، وازاي ان انت تبدا فيها واحده واحده، وتبدا ازاي القياده باقل الاداريات وباقل التكاليف من اي حته حتى لو من بيتك. هنا اللي احنا فكرنا فيه في الفتره اللي جايه ده. فانا دلوقتي عشان تدعموني وتحاولوا بقدر الامكان تساعدوني، انا محتاج منكم ان انتوا تبعتوا لي رسائل لكل واحد حصل له مشكله في الحياه العمليه اللي هو قام بيها، اذا كانت تجاريه، اذا كانت حياه عمليه ليه هو يعني شغال عند حد او فتح مشروع ليه، او بدا ان هو يفتح المشروع وخسر، او ان هو في نص الطريق وكسب، او ان هو في اخر الطريق ما شاء الله ربنا كرمه ووصل ان هو للنجاح. الناس برضو اللي خايفه تبدا تدخل المشروع تقول ان هي خايفه من ايه وسلبيات من ايه اللي عنده، هنبدا ندخل مع الناس دي وهنتكلم معاها، ونبدا نعرضها عندنا، ونبدا نحل مشاكل الناس دي كلها. معانا كمان دكاتره نفسيين عاليين جدا بحيث ان هم يقدروا يتكلموا في المجال بتاعهم اللي يخصهم، الدكاتره النفسيين. وكمان معانا ناس سياسيين دخلوا في المجال ونجحوا بقى كويسين جدا، وشوف لدرجه ان هم سياسيين وبداوا ان هم برضو يتكلموا عن الناس اللي هي نجحت وفشلت وقامت تاني. ففي حاجات كتيره جدا، فانتظروا البرنامج الجديد ان شاء الله، خارطه الطريق، وهنبدا نظبطه مع بعض. ويا ريت بس تبعتوا لنا رسائل كتير جدا
وارقام تليفوناتكم عشان نبدا نتواصل معاكم، ونبدا ان احنا نتكلم عن كل المشاكل اللي هي في مجال التجاره والاعمال التجاريه ورواد الاعمال. فانا منتظركم على صفحتنا، تبداوا تبعتوا لنا كل الرسائل دي عشان نبدا نخاطب كل الناس، ونبدا نفهم مشاكل كل الناس ايه، ونبدا نحل بيها بالبرنامج واحده واحده. وانا منتظركم.